تخيل معايا إن في قائد واحد بس قدر يقلب ميزان القوة في الشرق كله. قائد جيوش أوروبا كانت بتحسب له 1000 حساب. قائد دخل الجزيرة والشام والأناضول وكسب معارك كانت بتغير شكل التاريخ. قائد لو كان كمل مشواره كان زمان خريطة الشرق الأوسط مختلفة تماما. النهاردة هنحكي قصة راجل اتولد برا مصر، لكن قلبه ودمه وانتمائه بقوا مصريين أكتر من أي حد. قصة القائد اللي سماه الأوروبيين أسد مصر، واللي قال عليه المؤرخين آخر القادة العظماء في الشرق. يلا بينا نرجع بالزمن ونفتح صفحة من أقوى صفحات التاريخ، قصة إبراهيم باشا. على الرغم من اتفاق المؤرخين على تاريخ ومحل ميلاده وهو 4 مارس 1789 بمقاطعة قولة في مقدونيا الشمالية، إلا أنهم اختلفوا حول مدى صحة نسبه إلى والي مصر محمد علي باشا. بعضهم بيأكد أنه ابنه من صلبه، وأنه أنجبه من أمينة هانم أثناء وجوده في اليونان، وعارض كتير منهم واللي بيرجحوا أنه كان ابنه بالتبني. لكن المؤكد انهم اتفقوا على ان محمد علي باشا لما اتنصب والي على مصر في عام 1805 قرر انه يرسل ابنه ابراهيم باشا الى الاستانة كرهينة تنفيذا لرغبة السلطان العثماني، عشان يضمن لهم انه يلتزم بدفع الضرائب اللي فرضها العثمانيين على مصر في ميعادها، واللي كانت تقدر ب4000 كيس من العملات الذهبية. وكان ابراهيم باشا دراع الوالي محمد علي اليمين، اللي ما دخلش معركة إلا وساب فيها بصمته. اتربى في مصر وشرب من نيلها واتكلم بعربيتها وعاش وسط أهلها، لدرجة إن الأوروبيين قالوا إنه راجل عربي حتى لو لم يكن مولود في بلد عربي. وكان إبراهيم يقول: أنا لست تركيا، مصرتني شمسها وغيرت دمي. وبعد ما نجح محمد علي في الانتصار على الإنجليز في حملة فريزر وإجباره للمماليك على الهروب لصعيد مصر، أرسل إلى السلطان عشان يطلب منه إرسال ابنه إبراهيم باشا ليه في أسرع وقت. وبعد قيامه بمذبحة المماليك والتخلص منهم، تأكدت الدولة العثمانية إن محمد علي باشا والي قوي وولاؤه للسلطان بالتأكيد. ساعتها قرر محمد علي باشا إنه يعين ابنه إبراهيم باشا كدفتر دار على مصر، ودي وظيفة أشبه بوزير المالية نوعا ما، بمعنى أدق كان أكبر منصب للشؤون المالية، فكان مكلف بتنظيم الواردات والصادرات من أموال الحكومة والرقابة على جمع الضرائب وتسليم المبالغ المتفق عليها للإستانة وغيرها كتير من الشؤون المالية للبلاد. والحقيقة إنه كان عبقري ومحبوب جدا من المصريين، خاصة إنهم كانوا بيلاحظوا إن جمعه للضرائب بيكون بشكل عادل جدا، وبينصرف دايما في أوجه الإنفاق الصحيحة اللي بتعود على الشعب بالخير والرخاء دايما، لدرجة إنه أوقات كتير كان بيعفي الفقراء منها ويزيد في حجم الضريبة المكلف بها الأغنياء والتجار، لغاية عام 1816. وبعدها بعتوا الوالي محمد علي إلى الصعيد عشان يطارد بقايا المماليك. وفي اللحظة اللي مصر كلها كانت بتترج من خطر الوهابيين في الجزيرة العربية، وقتها استنجدت الدولة العثمانية بوالي مصر محمد علي باشا عشان يساعدهم في القضاء على الوهابيين اللي بيحاولوا ينفردوا بالحكم في شبه الجزيرة العربية، وعايزين ينفصلوا بيها عن سيادة السلطان العثماني وينشئوا دولتهم السعودية الخاصة. وده طبعا لأن محمد علي كان عنده جيش قوي من أقوى الجنود وأكفأ القادة، غير باقي الولاة في الشام اللي كان كل همهم جمع ضرائب من الشعب عشان يصرفوها على الطرف والحفلات بتاعتهم. فاضطر محمد علي انه يجهز حملة عسكرية تكون بقيادة ابنه ابراهيم باشا عشان يرسلها للقضاء على التمرد الموجود في شبه الجزيرة العربية. وبالفعل اتجه ابراهيم باشا على رأس جيش مكون من 4000 جندي الى منطقة الحنكية في شرق المدينة المنورة، وعقد صفقات مع زعماء القبائل اللي هيجتاز من خلالهم مدينة نجد وأحسن معاملتهم، وأمر جيشه إن محدش يستولي على أي حاجة إلا بعد ما يدفع ثمنها لأهل القبيلة. بعدها حاصر إبراهيم باشا مدينة القصيم واستولى عليها وزحف لعنيزة ودخلها في أيام،
واقتحم مدينة بريدة بالقوة لغاية ما وصل لمدينة الدرعية اللي كان متمركز فيها الشيخ عبد الله بن سعود، وحاصرها لمدة 5 شهور ونص قبل ما يقتحمها هي كمان بالقوة. وأثر أميرها الشيخ عبد الله ساعتها جابوا مكبل بالسلاسل لمصر عشان يأكد لوالده إنه نجح في حروبه ضد الوهابيون في شبه الجزيرة العربية، وكمان عشان يأكد له إنه أفضل من أخوه توسن باشا اللي فشل في القضاء على تمرد الوهابيين. محمد علي وقتها أمر بإرسال الشيخ عبد الله مع أسرته إلى الإستانة عشان يثبت للسلطان العثماني محمود الثاني إنه أفضل والي في المنطقة، وعشان ينعم عليه بولاية أرض الشام. فأمر الشيخ إنه يتربط ويتزف في الأسواق التركية لمدة 3 أيام عشان يكون عبرة لزعماء قبائل شبه الجزيرة العربية كلها، وبعدها أمر بقتله. وحسب شهادة عدد من المؤرخين فبسبب السلوك ده قامت الدولة السعودية الثانية، ونتيجة النصر ده إن السلطان محمود الثاني أنعم على إبراهيم باشا بمكافأة سخية وعينه والي على مكة وجدة. ده غير إن والده محمد علي باشا تم تلقيبه بالخان، والحقيقة إن محدش حصل على اللقب ده غيره إلا حاكم القرم. وبدأ إبراهيم باشا يشتغل على تطوير الزراعة، زود شجر الزيتون والتوت، شجع زراعة قصب السكر، ونظم أمور الصعيد، وطهر الطرق من البدو وفلول المماليك، وزود موارد البلد حسب رغبة الوالي، وحفر الآبار في المدن دي، وعامل الأهالي هناك بالرحمة، وأنشأ الحصون العسكرية عشان يوفر الأمن للحجاج، وأمر بتوزيع كميات كبيرة من الغلال والمحاصيل على الفقراء والمساكين، فنال لقب البشوية. في الوقت ده كان أخوه إسماعيل باشا بيفتح السودان بأمر من والده محمد علي باشا عشان يستولي على الذهب والخيرات الموجودة فيها، بالإضافة لتجنيد شعبها اللي تعرف عنه الشجاعة والقوة والانضباط. لكن للأسف فشل إسماعيل في المهمة دي زي ما فشل أخوه توسون باشا في أرض الحجاز بالظبط. وطبعا اضطر محمد علي إنه يقدم الورقة الرابحة عشان النتيجة تتحسم لصالحه، فأرسل ابنه الكبير إبراهيم باشا عشان يضمن إنه السودان تخضع ليه. وبالرغم من عبقريته إلا إنه اكتفى بتدريب الجنود المصريين هناك وعين عليهم الكولونيل سيف اللي أصبح اسمه بعد كده سليمان باشا الفرنساوي. والاكتفاء بتدريب الجنود كان بسبب مرض شديد أصابه وأجبره على العودة للقاهرة، وهناك بدأ يستلم وظيفته كدفتر دار مرة تانية، لكن المرة دي كان مكلف بزيادة موارد الدولة، فأدخل عدد من الزراعات وأمر بشق الترع والقنوات، واهتم جدا بزيادة أشجار الزيتون والتوت وزراعة قصب السكر، بالإضافة لتطوير الثروة الحيوانية وإنشاء صحيفة أسبوعية تشتمل على أخبار الزراعة والتجارة. واليونان وقتها كانت بتخضع لحكم الدولة العثمانية بقالها أكتر من 4 قرون، لكن الشعب هناك بدأ يتمرد على الحكام بسبب ظلم الوالي المعين عليها، وده للأسف كان الطابع العام للولاة العثمانيين. وبعد فشل السلطان العثماني محمود الثاني في قمع التمرد، لجأ كالعادة إلى أقوى والي عنده عشان يستنجد بيه، خاصة إن الجيش المصري وقتها كان بيزداد قوة يوم عن يوم نتيجة سياسات محمد علي الإصلاحية، بالإضافة لفتوحاته وخبراته اللي بيكتسبها نتيجة الحروب دي. فأرسل ابنه الكبير إبراهيم باشا لليونان فورا على رأس جيش جرار عشان يخضع شعبها للدولة العثمانية مرة تانية. والحقيقة وفقا لشهادة المؤرخين فالشعب اليوناني ما كانش بيدافع فقط عن استقلال بلاده عن الدولة العثمانية، بل بيصرخ من القهر والظلم اللي بيشوفه كل يوم، خاصة بعد ما أمر السلطان محمود الثاني بشنق البطريرك اليوناني في الأستانة في يوم عيد الفصح الأرثوذكسي. لكن إبراهيم باشا كان واخد أمر بإخماد الثورة مهما تكلف الأمر، والحقيقة إنه في ظروف شهور قليلة نجح في تحقيق الهدف اللي عجز عنه الجيش العثماني بعد ما خسر تلت جيشه وعدد كبير من سفنه على يد الثوار. وبعد عودة إبراهيم باشا لمصر ب3 سنوات أرسل السلطان العثماني جيش أكبر مكون من 100,000 جندي لضمان خضوع شبه جزيرة المورة، وكالعادة فشل في تنفيذ المهمة بسبب انتشار الفساد بين قيادات جيشه، فاستنجد بالوالي محمد علي كعادته ووعده بتنفيذ أي شرط يطلبه مهما كان إيه هو الشرط ده. فوافق محمد علي مقابل إنه يبقى والي على أي مدينة يحصل عليها وينجح في إخماد ثورتها. وبالفعل اتحرك إبراهيم باشا على رأس حملة عسكرية مكونة من 73 سفينة حربية و70 مركب شراعي، نقل عليهم 18,000 محارب، ونزل بقواته في مورون في 16 فبراير 1825، وبسرعة استولى على الساحل بالكامل. وبعد فترة بسيطة أصبحت كل مدن المورة في إيده ما عدا نوبيليا. في
في الوقت ده كان الجيش التركي بقيادة رشيد باشا كان محاصر مدينة ميسولونجي، ولما فشل في اقتحامها وغضب عليه السلطان العثماني طلب من إبراهيم باشا إنه يساعده، فتحرك ليه بجيش مكون من 10,000 عسكري من المشاة و500 فارس، وحاصر بيهم المدينة حصار كامل لغاية ما خلص الأكل فيها. فقرر اليونانيين المحاصرين بإشعال النار تحت الأسوار والمباني، وقاموا بقتل نفسهم، ودخل الأتراك والمصريين المدينة واكتشفوا إنها أصبحت عبارة عن خراب. ساعتها رجع إبراهيم باشا إلى جزيرة المورا، وفضل يحارب ويأسر في اليونانيين ويشحنهم على مصر عشان يكونوا جزء من جيش محمد علي، لغاية ما حصلت الحادثة اللي محدش من المؤرخين حتى الآن عارف إذا كانت مدبرة ولا صدفة. في 20 أكتوبر 1827 كانت جيوش بريطانيا وفرنسا وروسيا قريبة من السواحل اليونانية واللي بتخضع للسيادة المصرية استعدادا لتحرير اليونان، وفجأة اصطدمت سفينة إنجليزية بسفينة عثمانية، وطلب القبطان الإنجليزي من قائد السفينة العثمانية إنه يبعد عشان يقدر يتحرك، لكن القائد العثماني رفض وصمم على إن القائد الإنجليزي هو اللي يبعد. بريطانيا وقتها كانت بتمتلك أقوى أسطول بحري على الأرض، فاقتحم طاقم السفينة الإنجليزي سطح السفينة العثمانية عشان يحركوها بالقوة، وكانت النتيجة هي إن طاقم السفينة العثمانية فتح النار عليهم عشان يقتلوهم. ساعتها الأسطول البحري البريطاني شاف اللي بيحصل، فأمر بقصف السفينة العثمانية بالمدفعية، لأن الحركة دي إهانة للجيش البريطاني وخرق لسيادته. فقرر طاقم السفينة العثمانية إنه يقصف الأسطول المهاجم، لكن للأسف دانة مدفع أصابت إحدى السفن الفرنسية، فقرر الأسطول الفرنسي إنه يحمي سيادته، ففتح النار هو كمان على الجيش العثماني. وخبر قصف الأسطول الفرنسي للجيش المصري والعثماني كان صادم للوالي محمد علي باشا، لأنه كان حليف مهم الحاكم فرنسا ومصالحهم واحدة، لكن النتيجة بالتأكيد كانت لصالح بريطانيا وفرنسا اللي نجحوا في تدمير الجيش العثماني والمصري الموجودين في المنطقة. وحصلت اليونان على استقلالها أخيرا، لكن الحقيقة هي إنه كان استقلال وهمي نوعا ما، وده لأنها خرجت من تحت عباءة الدولة العثمانية وأصبحت مملكة تحت حماية أوروبية، وده معناه إنه بريطانيا وفرنسا هيبدأوا هم في نهب خيرات شعبها. ولولا الحادثة الغامضة دي كان فضل إبراهيم باشا هو المسيطر على اليونان، وبالرغم من إنه النتيجة اتحسمت لصالح أباطرة أوروبا، إلا إنه أصبح الأقوى في إفريقيا وآسيا، وأثبت كفاءته للسلطان العثماني أكتر من مرة، وده كان حافز مهم عشان يرجع والده محمد علي باشا يطالب السلطان العثماني بالولاية على الشام. لكن السلطان كان رافض ينفذ له الأمنية دي عشان كان عارف مدى خطورة محمد علي لو ده حصل، لأنه هيتحول إلى إمبراطور بيشكل تهديد على الدولة العثمانية نفسها. ولما تكرر رفض الطلب مرة تانية، قرر محمد علي إنه يرسل ابنه إبراهيم باشا للشام، مش عشان بس يستولي عليها بالقوة، بل عشان تبقى بداية حربه ضد العثمانيين وانقلابه على الأستانة والباب العالي. وأمر ابنه إنه يقضي على أي عائق أو عقبة تقف قصاده، ووفر له في سبيل تحقيق ده كل اللي يحتاج له من جيش وأسطول وعتاد. طبعا غزو إمارات الشام زي لبنان وسوريا والأردن وفلسطين كانت عملية سهلة جدا للقائد إبراهيم باشا، واللي أصبح معروف عالميا بأنه داهية عسكري، وشهد ليه جميع القادة العسكريين والأباطرة في الغرب بأنه ثعلب يستحيل حد يتوقع الخطوة اللي بيقدم عليها في المعركة. في أكتوبر عام 1831 اتحرك إبراهيم باشا على رأس جيش مصري ضخم، واتجه إلى عكا عشان يحاصرها، وهناك ضرب عليها حصار مدته 6 شهور لغاية ما سقطت. والحركة دي استفزت السلطان العثماني جدا، فأصدر فرمان بعزل محمد علي من الولاية على مصر وتجريده هو وابنه من جميع الرتب والألقاب اللي حصلوا عليها. لكن إبراهيم باشا كمل مسيرته لأنه عارف إن الدولة العثمانية نفسها ضعيفة ومحدش يقدر يقف قصاده نهائي، فاتجه لدمشق وفتحها في أسبوعين، وبعد كده دخل حمص بعد معركة كبيرة اتحسمت لصالحه في النهاية، وبعدها حماه وحلب والإسكندرونة وأنطاكيا ولاذقية، ودي كلها كانت إمارات شديدة الأهمية عند السلطان العثماني، بالإضافة إلى موقعها القريب من الحدود التركية. فتحمس إبراهيم باشا إنه يكمل، فدخل مدينة أضنة اللي بتعتبر سادس أكبر المدن التركية، وبعدها دخل مدينة قنية، وأصبح على أعتاب الوصول إلى مقر الخلافة والباب العالي، وفضل يزحف بجيشه لغاية ما وصل لمدينة كوتاهية. وساعتها اكتشف السلطان العثماني إنه على عداوة مع أباطرة أوروبا، وإنه لو حاول يستعين بيهم محدش منهم هيقف جنبه، فلجأ لقيصر روسيا. فاتحركت السفن الحربية الروسية هناك، والمضيق ده مش بس مهم لتأمين حركة التجارة بين أوروبا وآسيا، ده مهم كمان لتأمين الحدود الجنوبية لقارة أوروبا بالكامل.
وجود السفن الحربية الروسية هناك معناه إن ممالك وإمبراطوريات أوروبا في خطر، فاندفعت بريطانيا وفرنسا لعقد الصلح مع السلطان محمود الثاني، ووعدوه إنهم هيحلوا المشكلة مقابل الاستغناء عن خدمات وجهود الإمبراطورية الروسية. وبعد موافقته تواصلوا مع محمد علي وهددوه بشن حرب على مصر لو ما وقعش على اتفاقية كوتاهية، وبموجب الاتفاقية دي منحوا السيادة على كل الإمارات الشامية اللي حصل عليها، وحتى كمان مدينة أضنة بصفة والي عثماني مقابل تسليمه إتاوة يدفعها للباب العالي كل سنة. وافق محمد علي باشا على توقيع الاتفاقية طبعا لأنه عارف إنه مش هيقدر يصمد أمام جيوش أوروبا كلها لوحده، وأصبح إبراهيم باشا هو والي الشام والحجاز، واستمرت سيادته على الإمارات دي لغاية عام 1839. ساعتها قرر السلطان العثماني فجأة إنه يسترد سيطرته على الشام على الرغم من التزام محمد علي وابنه بسداد الرسوم المتفق عليها، لأنه كان حاسس بالذل عشان محمد علي نفذ اللي في دماغه باستيلائه على الشام. فحرك جيش ضخم للشام عشان يفرض السيطرة العثمانية بشكل مباشر، لكن إبراهيم باشا عرف بالخبر فتحرك مع جيشه إلى الأناضول وهزم كل الجيوش العثمانية اللي اعترضت عليه في الطريق لغاية ما وصل لمدينة نزب في جنوب تركيا، وساعتها دارت معركته الأخيرة المعروفة تاريخيا باسم معركة نزب، وانتهت المعركة بهزيمة الجيش العثماني بعد مقتل 62 ألف جندي مقابل 3000 جندي مصري فقط، وده على الرغم من التفوق العددي للجيش العثماني. ونتيجة المعركة دي أجبرت الأوروبيين على التدخل كالعادة خوفا من لجوء السلطان إلى روسيا، فقدموا للوالي محمد علي عرض ممتاز وهو توقيعه على اتفاقية لندن خلال 10 أيام، واللي بموجبها تستمر سيادته على مصر وصيدا والسودان، وإلا هيفقد سيادته على صيدا. ولو اتأخر في توقيع الاتفاقية 10 أيام كمان هيتلغي العرض خالص. ساعتها تحالف محمد علي مع فرنسا ضد أوروبا كلها، واتأخر أول 10 أيام، فدخلت السفن الحربية البريطانية واستردت سوريا وسلمتها للدولة العثمانية، فتم التوقيع على اتفاقية لندن في 27 نوفمبر 1840 خوفا من خسارة أراضي جديدة بسبب هجوم أقوى الممالك والإمبراطوريات في العالم عليه. وتسليم الأوروبيين المدن الشامية للدولة العثمانية ما كانتش حبا فيها، ده كان حرص شديد منهم على وجودها، لأنها لو سقطت هيحصل نزاع رهيب بينهم على توزيع أراضيها، وعشان كده كانوا عايزين يضمنوا وجودها لغاية ما تمزقت تماما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. الأهم من كده هو إن محمد علي كان في نهاية أيامه ساعتها وأصابه من المرض منها الخرف والألزهايمر، وبعد عودة إبراهيم باشا إلى مصر أصبح هو دراعه اليمين لغاية ما زاد المرض على والده، فتم تعيينه نائب عن أبوه بفرمان رسمي صادر من الباب العالي، وحكم مصر والسودان بالفعل لمدة 7 شهور، لكنه توفى قبل والده محمد علي عن عمر 60 سنة في 10 نوفمبر 1848. وعلى الرغم من مرور حوالي قرنين عن وفاته، إلا أنه الغرب بيعترف حتى الآن بأنه كان أقوى القادة العسكريين في القرن ال19، وده لأنه كان بيبتكر دايما طرق جديدة للهجوم على أي مدينة بيحاول يفتحها أو يقتحمها، بالإضافة إلى عدله اللي شاهد بيه جميع القادة. وبكده تكون نهاية حلقاتنا النهاردة، وياريت تقول لنا في التعليقات إيه رأيك في الموضوع، وما تنساش اللايك والاشتراك وتستنى الحلقات الجاية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.